إسماعيل السيبري يتوهج في الوقت المناسب. في آخر مباراة له ضد نادي هيراكليس أبدع إسماعيل السيبري وسجل هدفين رائعين في ظرف لا يتجاوز 16 دقيقة فقط. الهدف الأول جاء في الدقيقة 21 بعد ضغط رهيب من لاعبي بيس إف إيندهوفن على دفاع الخصم. ضغط جماعي خانق جعل من الصعب جدا على هيراكليس إخراج الكرة أو بناء الهجمة من الخلف، ومن بين هذا الضغط كان السيبري حاضرا بقوة. نعم، هذا هو داخل الدائرة الحمراء في الصورة. ضغط ثم الضغط لغاية ما أجبر الخصم على الخطأ، وهنا استغل لاعب إيندهوفن الكرة لتصل أمام الشباك إلى السيبري، والنتيجة قناص لا يرحم. هدف أول بقدمه اليسرى وهدف ثاني بقدمه اليمنى بتسديدة قوية وذكية إلى أقصى الزاوية اليمنى للحارس. يا لها من لمسة، اللمسة الحاسمة أمام المرمى. هذه تحديدا هي التي صنعت الفارق هذا الموسم. المهارة وحدها لم تعد كافية في كرة القدم الحديثة، إذ لم تخدم المجموعة فلا قيمة لها. والسيبري خدم المنظومة وتألق كعادته. وفي الدقيقة 35 عاد إسماعيل ليؤكد بالقول والفعل أنه هداف من الطراز العالمي، والأجمل أنه يتحرك بحرية تامة في الملعب. المدرب منحه صلاحيات كبيرة، وقلما تمنح هذه الثقة لأي لاعب. والنتيجة فينيش ولا أروع. السيبري يختتم ثنائيته ويقود إيندهوفن للفوز بنتيجة 4-1. تقييمه في المباراة 8.7 كثاني أعلى تقييم في اللقاء. وإليك أرقامه هذا الموسم. لعب 48 مباراة في جميع المسابقات، سجل منها 18 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة. وبالمناسبة السيبري سجل 11 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة في الدوري الهولندي. أما الأرقام التي عرضناها الآن فهي شاملة كل المسابقات، الدوري والكأس ودوري الأبطال. شبكة ESPN العالمية وضعت إسماعيل السيبري ضمن التشكيلة المثالية للأسبوع. نادي بيس إف إيندهوفن يحتل الآن صدارة الدوري ب76 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة فقط عن أياكس أمستردام، وتبقى مباراة واحدة. وفوز إيندهوفن يعني التتويج رسميا باللقب. ننتقل الآن إلى تصريحات نصير مزراوي الذي خرج بتصريح مثير قبل مباراة القمة نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وتوتنهام. الصحفي سأله: هل تشعر بأي ضغوط قبل هذه المواجهة الحاسمة؟ وجاء رد مزراوي بكل ثقة: ليست أول مرة أعيش فيها تحت الضغط، لقد خضت مباريات كثيرة كانت مليئة بالتوتر، أبرزها نصف نهائي كأس العالم. النهائي المقبل سيكون من نفس النوع حتى وإن كان في سياق مختلف، وأنا أحب اللعب تحت الضغط. وأضاف: التتويج بالدوري الأوروبي أمر بالغ الأهمية لنا كلاعبين وللنادي وللجماهير كذلك. ولم يخفي خيبة أمله من نتائج مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث قال: أتيت من أندية لا تعرف طعم الخسارة ولا أقبل بها، لا هنا ولا في أي مكان آخر. نعم، هذه لحظات مؤلمة ويجب أن نتجاوزها. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المقطع. لا تنسوا أن تكتبوا لنا في التعليقات ما رأيكم في تصريحات مزراوي، وهل ترونه أحد مفاتيح الفوز في هذا النهائي المرتقب. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، أستودعكم الله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، مع السلامة.